حبايبي أخباركم إيه؟ أنا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة بقى لو عندك عزومة ولا أي حاجة مش هنجيب بقى ديك رومي ولا كده، لا 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 لا، احنا ممكن نجيب ورك رومي ونعمله في الفرن بطريقة حلوة قوي. تعالى أقولك هنعملها ازاي، بس بقى ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة طبعًا زي ما إحنا متعودين بنغسله كويس جدًا وبننقعه في محلول النقع. محلول النقع ده مَيّة عليها عصير ليمون، لو عندنا برتقال نقطّعه ونحط برضه عصيره، قرنفل، قرفة، ورق لورا، حبهان، كل ده بانقعه فيه واسيبه ممكن ليلة كاملة، تمام. وبعد كده باغسله وانشفه كويس، وبعدين بقى هاعمل التتبيلة اللي برضه هاسيبه قبلها بليلة. تمام، هاحط بقى كوباية زبادي صغيرة، دي كوباية كبيرة أخدت نصها، مقدار كوباية صغيرة، وبعدين هاحط التوابل بقى بتاعتي، توابل فراخ، هاحط ملح، هاحط ورق لورا، هاحط حبهان، هاحط توم بودرة وبصل بودرة. تمام كده، طبعًا التوابل اللي أنتِ حابة تحطيها حطيها، ما فيش مشكلة خالص. وبعدين حطيت شوية خل، وحطيت معلقة مستردة، كل الحاجات دي في التتبيلة بتدّي طعم حلو أوي، وحطيت معلقة عسل. تمام كده؟ تمام. ممكن برضه نفس التتبيلة دي أعمل بيها فراخ، لو فرخة عندي عايزة أشويها أو حاجة ممكن أعملها بنفس التتبيلة. وكمان حطيت بصلاية متقطعة كده، وهحط كمان عصير برتقان، وهحط شوية قشر برتقان. تمام، نفترض مفيش بقى عصير برتقان وكده مش متوافر، ممكن أحط عصير ليمون. تمام، بس أنا قلت أغير في التتبيلة بتاعتي وحطيت عصير برتقان، وهضربهم مع بعض كويس أوي. التتبيلة بتاعتي هي بقت جاهزة، حطيت بقى عصير برتقان عليها عشان الكبة ما كانتش مكفية. تمام، وبعدين بقى هبتدي اتبل الورك بتاعي بالشكل ده، اعمل له بقى زي مساج ومن تحت الجلد ومن فوق الجلد، واعمل فيه فتحات على قد ما اقدر علشان يتشرب من التتبيله. طبعا افضل حاجه ان انا اسيبه قبلها بليله في التلاجة في التتبيله دي. تمام، خلاص بعد ما سبته بقى قبلها بليله هبتدي بقى ايه تاني يوم اعمل الطاجن بتاعي. الطاجن الفخار ده للاسف اتكسر بعد الفيديو ده في اخر مره هتشوفوه معايا. نزلت بقى بإيه بشوية خضار حلوين كده، بطاطس وجزر وكوسة، حطيتهم في الطاجن من تحت، وكمان كان عندي روزميري وزعتر فريش برضو هحطه، وحطيت كمان بصل. الخضار ده بيبقى طعمه بقى واو بقى بعد ما الأكلة بتخلص، بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى شارب بقى من التتبيلة، بيبقى حلو قوي. وحطيت شوية كمان ملح وفلفل صغيرين. على فكرة الأكلة دي صحية، يعني بعد ما بتخلص لو عاملين دايت أو حاجة ممكن نبدل طبعا الرومي بفراخ بأي حاجة ناكل منها عادي. تمام كده، بعدين بقى هجيب بقى الورك واقوم حاطاه كده فوق، وهنزل بقى بكل التتبيله بقى عليه. تتبيله هتنزل على الخضار هتتبله برضو معانا، شايفين بقى المنظر حلو قوي قبل ما يستوي في الفرن. يا جماعه اللي ما بيعملوش لايك ننزل نعمل لايك دلوقتي، وسيبوا لنا تعليقات حلوه ما تنسوش، تعليقاتكم دي بتفرحنا جدا. نزلنا بقى بالتتبيله اهو،
خلاص هو تقريبا كده بقى جاهز معايا. بعد بقى ما اضيف الروزماري والزعتر، يا ريت بقى يبقوا فريش كده، بيدوا طعم حلو قوي. هبتدي بقى اغلفه بورق زبدة وورق فويل، وادخله الفرن الساعة الاولانية، بسيبه كده لحد لما يستوي. خلاص لو حسيت ان هو محتاج مية ممكن ازوده شوية مية بشوية مية. حطيت كمان شوية زيت زيتون. تمام. وبعدين بعد بقى ما بيدخل في السوا، ببتدي بقى اشيل الورق الفويل ده علشان بقى يحمر وياخد لون. ممكن بقى اقدمه مع رز بالكبد والقوانص، رز عادي، رز مصري عادي، احط له لون اصفر جميل. بصوا بقى بعد ما دخل في السوا اهوت، انا ابتديت بقى اشيل ورق الفويل علشان ياخد لون. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ تحفة جدا 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 جدا، شكله بجد يعني يفرح. جربوها بقى على طريقتي. عملناه كمان بعصير البرتقال المرة دي. نغير بقى في التتبيلات بتاعتنا، مرة نستخدم برتقال، مرة نستخدم ليمون، مرة من غيرهم الاتنين خالص، ونغير في التتبيلات. كل مرة نعمل تتبيلة شكل. هنبتدي نقطع جزء بقى منه كده. انا في اليوم ده عملت معاه شعرية. عملت شعرية كده وسقيتها، حمرتها كلها الكمية كلها، وسقيتها بشوربة، وسويتها عادي زي ما بسوي الرز. كان طعمها حلو قوي برضو معاه. ممكن اعمل شعرية، ممكن لسان عصفور وشعرية، ممكن رز، ممكن رز معمر، رز بالخلطة. في افكار كتيرة جدا ممكن نقدمها. شايفين؟ جميلة ومستوية وريحتها تحفة، والخضار كمان حلو قوي وشارب من التتبيلة. وفي اي عزومة ولا اي حاجة يشرف وشكله حلو. ممكن نفس التتبيلة دي زي ما قلنا نستخدمها مع الفراخ، مع البط، مع اي حاجة. ده كان الدبوس بقى بتاع الورك اهوت، وعملت معاه الشعرية زي ما قلت لكم. ممكن نزينها بقى بزبيب ومكسرات. شايفين؟ الشعرية دي برضو طريقتها حلوة قوي، عاملة زي المكرونة المحمرة كده بس شعرية. والخضار اهو عرفت منه في طبق جانبي. يلا بقى مننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتابعوني على كل حساباتي، عندنا على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى كواي وعلى الانستجرام وعلى كل حاجة. تابعوني في فيديوهات شورتس بنزلها حلوة قوي، ياريت تشوفوها. ما تنسوناش في التعليقات.